يا أهلا بكم في حلقة جديدة. القرعة خلاص قالت كلمتها. أتلتيكو مدريد في مواجهة توتنهام في دور ال16، مواجهة تكسير عظام، مواجهة مدرسة الجرينتا والتقفيل ضد مدرسة إيجور تودور الهجومية العنيفة. هل سيميوني هيعرف يروض ديوك لندن ولا توتنهام هيكون لهم رأي تاني؟ خلونا نحل الحكاية. ما تنساش تصلي على النبي، تدوس لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحكاية. اسلوب لعب توتنهام هو مع ايجور تودور لسه ماسك الفرقة من فترة. فريق بيلعب كرة هجومية ضاغط عالي جدا جدا، بيلعب كرة هجومية عالية جدا، بيعتمدوا على الضغط العالي والسرعات. تودور مش بس المدرب اللي تخاف منه ولا بيخاف، بالعكس ده بيفتح الملعب، وده بالظبط اللي عايزه سيميوني. لان فتح الملعب ده هينتج عن سرعات كتيرة جدا، فتح مساحات، ده هينتج عن استغلال بعض لعيبة اتلتيكو مدريد للسرعات والمساحات، وينتج عن الهدف الاول والفوز. نقطة ضعف توتنهام دفاع توتنهام. نقطة ضعف توتنهام دفاع توتنهام ذات نفسه. توتنهام ذات نفسه عنده مساحات ورا مع تحركات سورلوس ولوكمان وجريزمان. لو لعب اتلتيكو ممكن يقدر يخلص الماتش من المرتدات، لان توتنهام دفاعهم هو دفاع مستباح. بتحركات لعيبه اتلتيكو مدريد ممكن يخلصوا بيها الماتش. شخصيه اتلتيكو مدريد في دوري الابطال فريق رخم، وبخبره سيميوني في دوري الابطال وفي الماتشات الاقصائيه دي كفيله ان هو بيكون الكفه تميل ليه. التحكم في الريتم اهم حاجه، اننا ما ننجرفش ورا سرعات توتنهام. لازم نتحكم في رتم الماتش، ندافع بكتله واحده ونخطف في اللحظه المناسبه. لازم نركز جدا جدا في المباراه، مباراه صعبه جدا. لازم لعيبه اتلتيكو مدريد تركز على ان المباراه دي مش مباراه سهله كده، مباراه صعبه جدا، ولازم نركز عليها باقصى ما يمكن. انا شخصيا متفائل جدا وشايف ان اتلتيكو مدريد اقرب للتاهل بنسبه 60 او 70%، بشرط اننا نحقق نتيجه ايجابيه في ماتش الذهاب. انتوا ايه رايكم؟ شايفين مين يقدر يوقف خطوره توتنهام؟ وهل سيميوني هيكملها ويرجعنا لمنصات التتويج؟ استنى رايكم في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان نوصل ل 100 مشترك، وسلام.